مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل تمام. تعالوا انا وياكم نسوي هذا المقطع الجميل اللي يحتوي على أكلة مميزة جدا، واللي هي بردة بلاو أو قوزي الشام، بس على طريقتي العراقية. يلا حبايبي تابعوني خطوة بخطوة. شوفوا حبايبي، شوفوا كمية جمال هاي البردة بلاو اللي سويتها من ايدي العراقية. طبعا هيجي زينتها بهالطريقة، اتمنى تعجبكم. تعالوا انا وياكم نشوف خطوة بخطوة شو راح نسوي حتى نحصل على هاي الوصفة اللذيذة الشهية بالشكل والطعم. مثل ما تشوفون حبايبي، هيجي زينتها وهيجي قطعتها ولا اروع من هيجي. اتمنى تعجبكم. يلا نبلش. طبعا اول شي راح نسوي حشوة البردة بلاو اللي هو تمن والحشوة. حمست البصل مثل ما تشوفون، وخليت عليه قطع البطاطا، قطعتها بشكل مربعات، وايضا خليت شعرية على النار وخليتها تشقر يتحول لونها الى اللون، وخليت شوية مي وخليت شوية ملح اركبها شلون ما اركب الرز او التمن العادي. مثل ما تشوفون حبايبي، هسه الشعرية خلصت. هذا شكلها، شوفوها شلون يعني احنا نقول منشورة. شوفوها هذا شكلها وهذا لونها حبايبي. ايضا عندنا هسه بازاليا والجزر. هاي العلبة طبعا هي من الماركت، هي مسلوقة. اني مجرد بس اخليها على النار لمدة ثواني مو اكثر حتى ما تنمرض. وهسه كملت البطاطا او البوتيتا مع البصل، ونزلت باقي المكونات حتى احصل على حشوة حلوة. وايضا عندي هذا الكشمش مثل ما تشوفون، هم خليته على النار وراح اسهيه لمدة هيك ما ياخذ ثواني وارجع اشيله. هاي هي الحشوة حبايبي. طبعا حتى كون التمن اللي راح احشيه بيه، ايضا خليت هذا التمن ابيض على النار، ركبته بالطريقة العراقية التقليدية، لكن نزلت عليه دارسين، وبعدين نزلت عليه بعد ما نشف تماما المي، نزلت عليه هاي الصبغات مثل ما تشوفون، الشوندري والبرتقالي والاصفر، وكلها بالنكهات الزعفران وغيره. طبعا حتى اسوي اللحم اللي راح احشي بيه البردة بلاو، عندي هاي قطع اللحم مثل ما تشوفون، لحم غنم قطعته. ماكو ضرر اذا تخلون بيه شوية ليا يحبب الطعم اكثر. خليت ملح مثل ما تشوفون، وخليت فلفل اسود. طبعا انتوا حرين تقطعوه بحل كبر او اصغر او اكبر، انتوا حرين طبعا. حتى الحشوة المواد تقدرون تستعملون اي شي، لوز، صنوبر، اي شي انتوا تحبون. طبعا خليت انا صوص الصويا، راح يعطي نكهة وطعم. ايضا صلصة الباربيكيو خاصة للمشاوي اللحم، طبعا تعطي طعم تدخينة حلوة للحم. وبلشت أجانس المكونات مثل ما تشوفون. وهذا صار شكله. وطبعا هسه اجى وقت احطه بالكيس الحراري اللي حتى احطه بالفرن لمدة تقريبا ساعة، 3/4 ساعة، يكون كلش اوكي. مثل ما تشوفون غلفته بكيس حراري، هو خاص للمشاوي إن كان دجاج أو لحم. طبعا عندي هذا العجين، عجين جبته من أفران الصمون القريبة علينا للسرعة طبعا. بس مجرد راح أخلي طحين وأفرشها وأفتحها بشكل زايد. إذا تحبون تخلون زيت للعجين انتو حرين. مثل ما تشوفون حبايبي فتحتها بهالطريقة، راح استخدم أكيد الشيبك. كل ما تفتحوها تكون رقيقة كل ما أحلى، كل ما أطيب. طبعا تركتها شوية حتى ترتاح العجينة، وبعدين بلشت أفتحها شوية شوية. وهيجي انفتحت بهالطريقة. شوفوا حبايبي يعني كبرها
هيجي كبر كلش ممتاز. حتى كل ما كانت كبيرة كل ما أني بعدين أتحكم بالحجم من فوق، يعني من أخليها بالقدر اللي راح أستخدمه. طبعا خليته بهذا الجدر عندي أستخدمه للشوي بس، يعني البردة بلاو. خليت هاي العجينة بالنص وبلشت أفرشها بهالطريقة. شوفوا شلون الحواشي طلعت من القدر، حتى بعدين أني أقصقصها وأتحكم بيها. طبعا حاليا نزلت التمن اللي ركبته مع الحشوة، وانا قسمته نصفين. سويت قوزي عراقي بغير وصفة بغير فيديو، وهذا القوزي الشام ايضا حطيت. طبعا من بعد ساعة شوفوا كمية الاستواء للحم رهيبة، والطعم والتدخين يعني ما احكي لكم. هذا شكلها حبايبي. راح اطلعها وانزلها بالقدر اللي راح اسوي بيه البردة بلاو. خليتها بهالشكل. شوفوا حبايبي الحشوة والتمن شلون صار شكله روعة روعة. كل المكونات، وأيضا نزلت قطع اللحم بهالطريقة ووزعتها. تقدرون تسوون الطبقة السفلية اللحم والفوق هو التمن، بس أني حبيت هيجي حتى تشوفون طريقة التوزيع. حاليا خليت الزيت على صفحة وعندي فرشة وأبدي. طبعا أنا دهنت القدر اللي راح أسوي البردة بيه بردة بلاو، وهسه بلشت أدهنها من كل اتجاهات حتى أحصل على لون حلو أثناء الشوي. طبعا الشوي يستغرق تقريبا 3/4 ساعة تكون جاهزة. زي ما تشوفون حبايبي وصفة ولا أروع. أتمنى تعجبكم، وأتمنى تجربوها وتسووها بطريقتي. هيجي لفيتها وخليتها أكيد بالفرن لمدة 3/4 ساعة على درجة حرارة 180، وهذا شكلها واو. شوفوا حبايبي كمية الاستواء والشوي روعة روعة. طلعت يعني مشقرة، وشوفوها مثل. أتمنى تعجبكم. كيكة هاي مو بردة بلاو. أتمنى تعجبكم يا ربي. هسه اجا وقت لعبتي اللي هي التزيين. طبعا بردة بلاو يخلوها سادة مثل ما شفتوها هيك، طلعوها وخلاص يقطعوها، لكن اني احب ازينها واحب اضيف لمسة الي خاصة. وايضا طريقتي حتى من بالحشوة تختلف عن باقي الطرق. هاي طريقتي حبايبي، اتمنى تعجبكم. زينتها خليت شوية ذرة وجبنة موزاريلا. هيجي راح تنطون طعم روعة يعني الخبز لما نتقطعوه راح تحسون كمية من طعم ألذ، يعني بيها جبنة سايحة، بيها زيتون، بيها ذرة. شوفوا حبايبي شكلها ولا أروع. طبعا هيجي راح ندخلها للفرن ماكو 10 دقايق ونطلعها. وصفة رائعة، والشكل تنفع للعزائم، تنفع للضيوف، خطار، أعياد، يعني رهيبة. هيك شكلها صارت حبايبي. شوفوا الجبنة شلون اشقرت من فوق. طبعا أنا شغلت النار بس الفوق. أكيد اللبن حاضر ولا تمر مثل ما تشوفون. كان عندنا فطور، احنا صايمين أيام رجب حبايبي. بس حبيت أذكركم إنه ما تنسون اللايك والشير، وأيضا تعليق حلو مثلكم. وإذا ما مشتركين بالقناة أرجع أذكركم لازم تشتركون وتفعلون الجرس للكل حتى يوصلكم إشعار الفيديوهات الجاية إن شاء الله. أحبكم هواية. يلا أشوفكم على خير. وهسه بلشت أقطعها مثل ما تشوفون حبايبي. طبعا قطعتها. طبعا أنا شايلة الكاميرا وأصور، بس راح أشوفكم القطع. رهيبة رهيبة. شوفوا شكلها واو عن جد. الطعم يعني من غير الحشوة، العجينة من فوق، كمية الاستواء وعليها الجبنة وروعة روعة. من وين ما تاكلوها. هسه بلشت اطلع قطع اللحم لان هي غاطسة جوا
مثل ما تعرفون أنا قلبتها، فصارت قطع اللحم الطبقة السفلى والتمن طبقة عليا. شوفوا حبايبي روعة روعة. وأيضا الجبنة والشكل لوحة فنية الصراحة، يعني أني أتميز بيها، ودائما يقولوني أنتي مسوية شكل ما أكليها بمطاعم أو شي، بس من إيدك غير. أتمنى تجربوها على هاي الطريقة وتزينوها على هاي الطريقة، وشوفوا شكلها. وهاي قطع اللحم حبايبي، وهذا التمن والحشوة. أتمنى عجبكم.